السلوك الشرائي للمستهلكين يعتبر الجزء الخاص بدراسة سلوك الشراء للمستهلكين ال Consumer Buying Behavior أو ال CBB من أهم وأتقل الأجزاء في التسويق. وفي رأيي الشخصي إن لو كان اكتفى العلم بالجزء ده بس كان كفيل برضه إنه ينجح النشاط التسويقي لأي شركة. الأول حاول تتخيل إنك محتاج حاجة هتشتريها، هنفترض إنها عربية. يا ترى إيه هي الخطوات اللي هتاخدها علشان تشتري العربية دي؟ أول خطوة لازم تبقى عارف حاجتك بالظبط النيد ريكوجنيشن علشان تقدر تشبعها، وحاجتك هنا هي وسيلة توصلك شغلك ومشاويرك، واللي هيشبع الحاجة ديت هي العربية. تاني خطوة هتعملها إنك هتدور على معلومات الانفورميشن سيرش عن العربيات الموجودة في السوق. هتدخل على النت وتدور في مواقع العربيات على العربيات المتاحة وتشوف الأسعار. هتسأل أصحابك، قرايبك، زمايلك. هتنزل معارض العربيات وهتشوف في الجرايد والمجلات المتخصصة لكده. تالت خطوة هتعملها إنك تبدأ تعمل تقييم للبدائل Evaluation of Alternatives. فهتلاقي عربية ألماني وعربية أمريكي وعربية صيني كتير، وتبدأ تقارن ما بين البدائل ديت على حسب السعر والكفاءة والإمكانيات اللي محتاجها في العربية وهدفك أصلا من شراء العربية. الخطوة الرابعة بعد ما قارنت ما بين البدائل هتستقر على بديل معين البورشيز ديسيجن من البدائل دي، وهيكون هو اختيارك وقرارك الشرائي. الخطوة الخامسة مبروك، انت اشتريت العربية. دلوقتي بقى قدامك سيناريوهين بعد الشراء واللي بنسميه البوست بيرشيز بيهيفير. اما العربية تطلع في مستوى توقعاتك او اكتر كمان، فتبدأ تتكلم عن العربية وجودتها، وكمان ممكن لما تيجي تغيرها ممكن تشتري نفس العربية بس موديل جديد، او على الاقل هتدل اللي تعرفهم على العربية دي علشان يشتروها. اما لو اقل من توقعاتك فغالبا مش هتشتري العربية دي تاني وهتحذر الناس منها. لحد دلوقتي الخطوات ديت بسيطة ومنطقية، لكن ايه لازمتها لينا في التسويق؟ تعالوا نمسك كل خطوة ونشوف ايه هي علاقتنا بيها وازاي نقدر نستغلها صح. أول خطوة اللي بتعرف فيها احتياجاتك ايه وبتحددها. انت محتاج وسيلة مواصلات تروح بيها شغلك ورغبتك هي عربية. بيجي هنا التسويق ويكون دوره يشوف احتياجات الناس ديت ايه علشان يبدأ يحول الاحتياجات ديت لمنتجات وخدمات مفيدة للناس دول. وعموما خطوة البحث عن المعلومات وتحديد الاحتياجات هي أول خطوة في التسويق. وهنا لازم نفرق ما بين 3 مصطلحات مهمة جدا، وهما الحاجة أو النيد، والرغبة أو الوونت، والطلب أو الديماند. الحاجة هي نقص عند الإنسان محتاجة لإشباع، ومعناها ثابت عند كل البشر. فالجعان محتاج ياكل، والعطشان محتاج يشرب، والطالب محتاج يتعلم، والموظف محتاج حاجة توصله لشغله. أما الرغبة فهي الشكل واللون والطعم اللي بتاخده الحاجة دي. فمثلا هنسأل 3 جعانين عاوزين ياكلوا ايه، فواحد هتكون رغبته انه ياكل جبنة، وواحد رغبته انه ياكل جاتوه، وواحد عاوز ياكل سمك. ولو سألنا 3 عطشانين، واحد هيقول مية، وواحد هيقول عصير قصب، وواحد هيقول كركديه، وهكذا. الحاجة ممكن نشبهها بهيكل عربية. هيكلها بدون أي شكل أو لون، أول ما الهيكل ده يركب عليه شكل ولون معين بيتحول لرغبة. الرغبة دي بتتكون وبتظهر من خلفيات الناس المختلفة، خلفيات ثقافية واجتماعية وشخصية ونفسية. وعلشان طبعا الخلفيات دي بتختلف فالرغبات بتختلف من واحد لواحد. والرغبة بتفضل رغبة لحد ما تتحول بقدرة صاحبها المادية لحاجة اسمها الطلب أو الديماند. وده هو اللي بيهم الشركة. فلو مجموعة من المستهلكين محتاجين لمنتج الشركة وعندهم الرغبة في شرائه لكن مش معاهم فلوس، يعني قدرة مالية ماني باور، علشان يشتروا منتج الشركة ده، الناس دول ما بيدخلوش في حسابات الشركة، لأن الشركة ببساطة ما عندهاش حاجة اسمها إدارة الحاجات أو إدارة الرغبات، لكن عندها حاجة مهمة جدا اسمها إدارة الطلب الديماند مانجمنت. وفيها بتقدر تقدر حجم الناس اللي هتشتري منتجها وتبدأ توفر المنتج في مناطق الطلب على المنتج. طيب سؤال، الشركة تشتغل على إشباع الحاجات ولا الرغبات؟ الشركة تشتغل على الحاجة، لأن الحاجة مش بتتغير، لكن الرغبة ممكن تتغير باستمرار، وممكن كمان الناس ما تبقاش عارفة رغبتها بشكل واضح. وبالتالي الشركة هتضمن الأول إنها بتحل المشكلة وبتشبع الحاجة اللي أكيد مش هتتغير على حسب الظروف والخلفيات المختلفة. وبتبدأ بعد الخطوة ديت تشوف رغبات الناس دول إيه وتحاول تشبع احتياجاتهم على حسب رغبة كل شريحة. يعني مثلا شركة عملاقة زي جنرال موتورز بتشبه حاجة الناس اللي محتاجة لوسيلة تنقلهم من مكان لمكان، وهي بتشبه الحاجة ديت عن طريق العربية. وكل شريحة من الناس اللي محتاجين العربية ليهم رغبة. ناس عاوزين عربية صغيرة، ناس عاوزين عربية دفع رباعي 4x4،
ناس عاوزين عربية كبيرة، فان، وهكذا. نفس الكلام مثلا هيبقى مع نوكيا، واللي بتحل مشكلة الناس اللي عاوزة تتواصل مع بعضها عن طريق الموبايل، وكل شريحة محتاجة موبايل شكل ولون وإمكانيات مختلفة عن الشريحة التانية، وبتحاول بالتالي الشركة إنها تشبع كل الرغبات ديت على قد ما تقدر. تاني خطوة بيدور فيها المشتري على معلومات information، وهنا الشركة بتبدأ تشوف الناس بتدور على المعلومات عن المنتج أو الخدمة اللي محتاجينها فين علشان يبدأوا يحطوا رسالتهم الدعائية فيها. فمثلا لو كان المشتري بيدور على المعلومات في جرايد العربيات، هتبدأ الشركة تحط إعلانات في جرايد العربيات المتخصصة. وإذا كان بيدور في النت والمواقع المتخصصة على النت، فهتحط إعلانات في المواقع الإلكترونية المتخصصة والشبكات الاجتماعية. وإذا كان بيدور وسط أصحابه ومجتمعه، فهتخلي بالها من فكرة التسويق بالمديح، الورد اوف ماوث، وتطبيقاته التسويقية، وتعمل منتج مميز جدا الناس تحكي عن كفاءته. وإذا كان بينزل يسأل ويدور في معارض العربيات، فهتنزل الشركة في معارض العربيات بعروض وتخفيضات، وممكن يتفقوا مع أصحاب المعارض ووكلاء البيع على نسبة ياخدوها إذا أقنعوا المشتري بعربية الشركة. تالت خطوة كانت تقييم البدايل، اللي هي evaluation of alternatives، وفيها بيقارن المشتري ما بين العربيات علشان يشوف أنهي الأحسن بالنسبة ليه على الأسس والمعايير اللي حطها للشراء. دور الشركة التسويقي هنا إنها تبدأ تقلل اختيار المشتري ما بين البديلين، بإنها تديله مزايا وفوايد في منتجها أكتر من منتجات المنافسة. وده مش هيحصل إلا لما الشركة تتعرف كويس على منافسينها. وكل لعب الشركة بيكون في تقليل الفترة الزمنية اللي بياخد فيها المشتري قراره. فمثلا بدل ما ياخد قرار شراء منتجها في سنة، ياخده في 6 شهور، وبدل ما ياخده في شهر ياخده في أسبوع، وبدل ساعة ياخده في ربع ساعة، وهكذا. الكلام ده هيحصل لما الشركة يكون ليها ميزة تنافسية واضحة جدا في المنتج، وسط مزايا تنافسية أصغر كتير فيه. كمان لو عاوز تأثر الفترة الزمنية ديت، حاول توضح المزايا اللي في المنتج كلها، حتى لو شايف إن المزايا ديت عادية، عشان كتير من الناس مش بيبقى في بالهم المزايا دي، فممكن يشوف المنتج بسببها مختلف عن المنتجات التانية. يعني مثلا علبة اللبن البسيطة جدا، هتلاقي شركة سايبة علبتها فاضية بدون ما تكتب عليها مميزات اللبن ده، وشركة تانية كاتبة مزايا عادية موجودة في أي علبة لبن في السوق، زي إنه بيحتوي على قد إيه كالسيوم وفيتامينات، وده مفيد إزاي لصحة اللي بيشربوه. أو موبايل عادي بس مكتوب عليه خصائص كتير ومزايا، وممكن تبقى موجودة في أغلب الموبايلات، بس لأن المشتري ممكن ما يبقاش عارف بالمزايا ديت، فهتلاقي اتأثر بيها لما شافها، وفضل الموبايل ده على موبايل تاني منافس وزيه بالظبط، بس ما كانش موضح المزايا اللي فيه. وأهم حاجة في طريقة عرضك للمزايا ديت، إنك تفرق ما بين الميزة أو المنفعة والخاصية، اللي هي البينيفيت والفيتشر. فالخاصية في المنتج هي صفة فيه أو في تكوينه، بيعرفها كويس اللي بيفهم في مجال تكوين المنتج ده أو اللي عمل المنتج نفسه، لكن المشتري ما يعرفش عنها كويس. وبالتالي بنركز إحنا في التسويق في عرضنا للمنتج على الفايدة أو المنفعة اللي فيه، اللي هيفهمها الناس العاديين وهيكونوا محتاجينها فعلا. والمنفعة دي ببساطة هي نتيجة بتترتب على الخاصية الفنية، الفيتشر اللي في المنتج. باستخدام كلمة وده معناه أو that means، هتقدر تحل المشكلة دي كلها. فهتوصف اللابتوب مثلا، واللابتوب ده مساحة الهارد ديسك فيه كذا، وده معناه هيكون معاك مساحة كبيرة لتخزين بيانات أكتر، ومش هتحتاج تمسح حاجة من فيديوهاتك وبرامجك المفضلة علشان توفر مساحة. وكمان راماته كذا، وده معناه إن سرعته معاك هتبقى عالية، وهتستمتع فيه بتشغيل برامجك المفضلة بكفاءة وأكتر من برنامج وتطبيق في وقت واحد بدون قلق من بطء أو تهنيج، وهكذا. رابع خطوة وهي خطوة الفعل، الأكشن، واللي بيتحرك فيها المشتري من النية للشراء لعملية الشراء الفعلي. وهنا بتبدأ الشركة تشوف هو بياخد القرار ده إمتى وفين، علشان تبقى مستعدة في المكان والزمان دول بمنتجاتها وخدماتها. كمان من الحاجات المهمة جدا اللي الشركة لازم تاخد بالها منها، إن اللي بياخد قرار الشراء ده بيكون جزء من العملية الشرائية، ومش شرط يكون هو العنصر الوحيد والرئيسي في عملية الشراء. تعالوا نشوف قصة هبة اللي اشترت فستان جديد. في يوم من الأيام وفاء اتصلت بهبة وقالت لها إنها لازم تشتري فستان جديد للحفلة اللي صاحبتها عاملاها. هبة ما كدبتش خبر وقررت إنها تشتري فستان جديد. راحت للأم تقول لها إنها عاوزة تشتري فستان مواصفاته كذا وكذا، وراحت للأب وقالت له إن الفستان ده بكذا. وبعد موافقة الأم والأب، أخدت هبة صاحبتها مها وراحوا يشتروا الفستان. وطبعا مها نزلت زن على صاحبتها هبة علشان تشتري فستان معين من مكان معين. وبعد ما هبة اشترت الفستان، روحت البيت ولقت الفستان للأسف مقاسه صغير، واضطرت تديه لأختها الصغيرة دعاء. تعالوا بقى مع بعض نتعرف على عناصر العملية الشرائية دي،
وفاء اللي هي المبادر بفكرة الشراء، وهبة اللي هي المشتري، والأب ممول عملية الشراء، والأم صاحبة القرار في شراء الفستان ولا لأ، ومها المؤثر في عملية الشراء، ودعاء المستخدم. دي عملية شرائية معقدة جدا، وطبعا معظم المنتجات والخدمات ما بتكونش بالتعقيد ده، لكن في أوقات كتير بيكون فيها أكتر من عنصر في العملية الشرائية، وده زي مثلا في حالة منتج ألبان أو عصير مثلا للأطفال. مين بياخد فيها قرار الشراء؟ الطفل اللي بيشرب اللبن، واللي ممكن توجه ليه الرسالة الدعائية إن لو شرب اللبن هيبقى قوي ومميز ما بين أصحابه وزمايله، وإن طعم اللبن ده أحلى من الباقي؟ ولا الأم اللي هتوجه ليها رسالة دعائية مليانة فيتامينات كالسيوم علشان تشجعها إنها تشتري لابنها؟ ولا الأب اللي هيكون تفكيره عملي أكتر، واللي مش هيركز في مزايا كل علبة لبن عن اللي جنبها، وهيجيب الأوفر وخلاص؟ نفس الكلام مع جامعة خاصة أو معهد. يا ترى هيوجه رسالته للطالب، ولا هيعتمد على تأثير زمايله على رأيه، ولا على رأي الوالد الممول، ولا الأم؟ اللخبطة ديت بتتغلب عليها الشركة إما بالتركيز ومتابعة فين وإزاي بياخد قرار الشراء، وتبدأ توجه جهودها ناحية أكتر عناصر العملية الشرائية تأثير، أو ممكن توجه جهودها في كل الاتجاهات علشان تأثر على كل العناصر في وقت واحد. آخر خطوة بتيجي بعد عملية الشراء هي ردة فعل المشتري، سواء بالإيجاب أو السلب. دور الشركة إنها تعرف إن العميل الغير سعيد من أداء الشركة ومنتجاتها هو قنبلة متحركة عمال يشتري من المنتج وعيوبه، وبتأثر شكوته بالسلب على كل المحيطين بيه، وخصوصا اللي بياخدوا رأيه في المنتج اللي اشتراه ده. العميل النهارده مش مجرد عملية شراء ليها تمنها وخلصت، لكن ببساطة كده الشركة اللي بتفقد عميل واحد بتفقد معاه كل الصفقات الشرائية اللي كان هيعملها مع الشركة طول حياته. قيمة المشتري اللي بتفقد ولاء شركات مثلا زي كوكاكولا أو بيبسي مش بتتحسب جنيه أو 2 راحوا من الشركة، لكن ده معناه آلافات راحت كان هيصرفها المشتري ده طول عمره. ودي هي فكرة قيمة عميل مدى الحياة، الكاستمر لايف تايم فاليو. والقيمة دي تعتبر جزء من رأس مال الشركة أو ممتلكاتها اللي هي الإيكويتي. ويلا نحسبها. بافتراض إن عمر المشتري دلوقتي 20 سنة، ومتوسط الأعمار هو من 50 ل 60 سنة، وهو بيشتري البيبسي 3 مرات في الأسبوع، وبافتراض إن متوسط ربح بيبسي هو 20 سنت في المرة، فهي لما بتخسرك كعميل ليها مش بتخسر زي ما الشركات كانت بتحسبها زمان 20 سنت بس، لكنها بتخسر 20 سنت في 12 مرة شهريا في 12 شهر في 60 سنة، يعني حوالي $1728. بالمنطق ده الشركة هتفهم دور المنتج الجيد اللي بيخلق عميل سعيد، وهتبدأ تحسن في منتجاتها وخدماتها، وتحسن في طريقة التفاعل والتواصل وخدمة العملاء علشان تزود من درجة ولائهم للشركة وخدماتها. وآخر حاجة في الفيديو، الناس اللي بتشتري بتختلف قراراتهم الشرائية بناء على عوامل كتيرة جدا، زي ثقافتهم، بيئتهم، صفاتهم، تعليمهم، والناس والبيئة المحيطين بيهم، وظروفهم الاقتصادية، وتجاربهم السابقة مع المنتجات والخدمات. بدراسة السلوك الشرائي للناس هتقدر تراقب كل خطوة في العملية دي، وتبدأ تحولها تسويقيا في صالحك. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو، واشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات الجاية. السلام عليكم.